السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مسا على أحلى صحبة في الدنيا، صحبة في المطبخ مع أم يوسف. حبايبي، النهاردة هنعمل مع بعض مكرونة بالبشاميل دي بطريقتنا القديمة بتاعت أمهاتنا. طريقة كده طبعا هي تقيلة جدا، بس معلش يعني احنا تملي كده اهو بنرجع لأصولنا شوية. يعني مهما نحاول نعمل الخفيف نمشي على الموضة، لا احنا هنعمل بقى طريقة أهالينا. بس يعني هنحاول نحدثها شوية. زي ما احنا شايفين الوك انا سخنته، مفيش اي مواد دهنية زي ما احنا شايفين. نزلت باللحمه المفرومه، وطبعا اللحمه المفرومه لو انت مش اللي فرماها بنفسك حاولي تجيبيها ما فيهاش دهون كتير. زي ما احنا شايفين انا ببتدي ان انا ادبلها واديها لون من على النار قبل ما احط لها اي حاجه. بحاول اديها صدمه كده واغير لونها. في الوقت دوت اللي انا لسه ما عملتش فيها اي حاجه بحط لها التوابل بتاعتها. بحط لها الفلفل الاسود، وبحط لها السبع بهارات، بحط لها جنزبيل، بحط بابريكا، بحط رشة جوز الطيب. طبعا التوابل دي كل التوابل اللي انتي بتحبيها بتحطيها. زي ما قلت لكم انا اديتها اهو الصدمه، ببتدي احط لها زي ما قلت لكم الاشياء اللي انا قلت لكم عليها. انا بحاول اوريكم الاسامي الحاجات اللي انا نزلتها عشان ما انساهاش. انا مبدئيا الجنزبيل، ووراه على طول البابريكا، وسبع بهارات، وبشرة جوز الطيب. بشرة جوز الطيب دي يا جماعه ما بتبقاش كتير، بس بتبقى حبه صغيره كده، حاجه حلوه كده، بتدي ريحه وبتدي نكهه جميله جدا. انا كده زي ما قلنا انا ما حطيتش اي حاجه. ريحه التوابل بقى مع التحميصه دي هتبتدي تلاقي ريحه طالعه من اللحمه، ما شاء الله اللهم بارك. في اللي كل اللي انت بتعمليه هتلاقيها تحفه. هنزل بعد كده بالبصل، طبعا بتخرطيه بايدك، بتعمليه بالكبه، الطريقه اللي تناسبك بتعمليه بيها. نزلت بكميه البصل بتاعتي، وطبعا في العادي انت بتعملي على ربع كيلو اللحمه ربع كيلو بصل، او نص كيلو اللحمه نص كيلو بصل. طبعا انت حابه تقللي البصل براحتك، حابه تزوديه براحتك. في ناس يعني بتحب تحط بصل كتير، بس انا بحط بصلايه كبيره كده. بعد كده انا طبعا بستعمل من الحاجات اللي مفرزاها، فحطيت قطعه من الصلصه اللي انا مفرزاها وحطيتها عليها. انت بقى ما عندكيش، هتعملي قطيتين ثلاثه في الخلاط كده وتروحي حطاهم عليها. الفلفل يا جماعة بقى، الفلفل يا جماعة انتوا بتحبوه عادي قطعيه بالسكينة وحطيه. انا ولادي ابتدوا يكبروا معرفش ليه الخضروات بيقعدوا ينقوها من الاكل ويشيلوها. حتى في البيتزا الاقيهم عمالين ينقوا الفلفل ويشيلوه. فانا عملته جرشته في الكبة، وفعلا ولا خدوا بالهم من وجوده ولا حسوا بيه، وكلوه في وسط الاكل وما خدوش بالهم. طبعا اللي عندها اولادها مقرفين زي حالاتي كده وما بيحبوش الفلفل في قلب الحاجة او الجزر او الخضروات، اعمليها في الكبة بشكل صغنن جدا مش هيشوفوه وان شاء الله هياكلوه. بعدين طبعا كده خلصت، حطيت لها الملح اخر حاجة وطفيت عليها، وحطيت المية المغلية زي ما احنا شايفين، وحطيت فيها معلقة ملح وبس، ونزلت بكمية المكرونة اللي انا هشتغل بيها. لو هتعملي صينية متوسطة هتحطي كيس المكرونة 400 جرام. طبعا لو هتعملي عندك عزومة وهتعملي صينية كبيرة اعملي كيسين. زي ما احنا شايفين انا نزلت هنا مش كله سمنة طبعا، انا حاولت اخف برضو الدنيا، حطيت نص كمية معلقة كده كبيرة محترمة من السمنة على معلقتين كبار من الزيت. انا المفروض حطيت 4 معالق دقيق. ال4 معالق دقيق المفروض احط عليهم 4 معالق مواد دهنية. طبعا هيبقى كتير قوي. الموضوع كله اجتهاد بالنسبة لك على فكرة، انت اللي هتاكلي وولادك. ممكن تمشي زي ما قال الكتاب وتحطي على كل معلقة دقيق معلقة سمنة وكوباية لبن. يا اما بقى تقللي من كمية المواد الدهنية اللي يعجبك. المهم طالما حطيتي 4 معالق دقيق للصينية المتوسطة زي ما قلت لكم اللي هي الوسطانية في الصواني المربعة، انا حطيت لها 4 معالق دقيق ولتر لبن. وطبعا المواد الدهنيه زي ما قلت لكم حطيت بمقدار كده هو يعتبر 3 معالق، واحده سمنه كبيره واتنين زيت. طبعا حمصتها ما شميت ريحه الدقيق كده طلعت، ما غمقتهاش جامد يعني، خليتها برضو في الوسط، خير الامور الوسط. خلينا دايما يا جماعه زي ما بقول لكم دايما في كلامي بحب الوسطيه في الامور. يعني لا بروح للاصول قوي عشان بتبقى كتير، ولا بعمل لهم الحاجه المتحضره قوي، يعني خلينا في الوسط. زي ما قلت لكم حطيت على ال4 معالق دقيق لتر لبن. يا جماعة أنا بشرح للبنات اللي الأول مرة بتعمل بتفتح تشوف مننا الطريقة، فمعلش لما بفسر قوي وبعيد الكلام أكتر من مرة. بحط مرقة دجاج، بحط سنة ملح مش كتير عشان مرقة الدجاج فيها تحديقتها. بحط بشرة جوز الطيب بتودي البشاميل في حتة تانية. وببتدي أقلب الحاجات دي مع بعضها لحد ما بتتقل وبتلف وبتدينا القوام اللي احنا عايزينه.
طبعا خدي بالك برضو نوع الدقيق بيختلف يا جماعه، والله انا لاحظت ان ساعات بحط الاربع معالق دقيق والاقيه بقى سميك جدا. اللي لقيتيه تقل زياده عن اللزوم اديله سنه لبن او سنه ميه في الاخر لو حسيتي انه تقل معاكي قوي. لقيتيه زي الكريمي كده خلاص يبقى انت كده دقيقك مظبوط والدنيا زي الفل معاكي. هعيد لكم تاني معلش. هنحط الاربع معالق مواد دهنيه عليهم اربع معالق دقيق عليهم لتر لبن. ده هيديكي بشاميل كميه حلوه قوي للصينيه المتوسطه. طبعا لو الصينيه اصغر هتقللي مثلا معلقه قصاد كوبايه لبن. لو كميه اكبر على حسب الكميه التقديريه هتقدري انت الحاجه اللي بتعمليها. بعد ما طفيت عليها النار نزلت بكميه الموتزاريلا دي، بتدي مطه كده في البشاميل وبتدي طعم تحفه. وبتخلي البشاميل يا جماعه يبقى مقستك كده شويه ما يجبسش. يعني عارفه لما تاكلي مكرونه بشاميل من حد وتلاقي البشاميل بتاعها عامل زي الجبس، لا ده هتلاقيه ناعم كده. وما تيجي تسخنيه تحطي مثلا القطعه في الميكرويف تلاقيها بتسيح كده وكانها لسه معموله دلوقتي حالا. طبعا حطيت انا المكرونه، في ناس بتحط بشاميل في النص مش مهم، انا هقول لكم في الاخر ايه اللي بعمله. وحطيت كميه اللحمه المفرومه بتاعتي كلها، وبعدين هنزل بنص كميه المكرونه التانية. طبعا كلنا عارفين الترتيبه العاديه دي، في ناس بتحب تدمج الحاجه كلها مع بعضها، طبعا كل دي اختياراتك. لكن لو بصيتي لاصل المكرونه زي ما احنا شايفين، نص كميه المكرونه كميه لحمتك كلها توزعيها توزيعه كويسه وتنزلي بنص المكرونه التاني. طبعا المكرونه ما بتتشطفش، ما بيتحطلهاش زيت، فانت كده مش بتحتاجي بشاميل كتير عشان تتماسك مع بعضها، هي تتماسك لوحدها. لان زي ما احنا شايفين انا خدتها صفيت منها الميه وجيت على طول اطبقها على بعضها. بعد ما حطيتي المكرونه سويها كويس جدا، ما تخليش ناحيه عاليه وناحيه واطيه، هتخلي كله سوا واحد. لو واحده رايقه بقى وما عندهاش اطفال تقعد تظبط المكرونه وتستفها، والله انت ومزاجك. نزلت بقى بكميه البشاميل اللي انا عاملاها كلها، هي كمية مناسبة جدا يا جماعة، والله ما هياش قليلة ولا هي كتيرة. عشان انا بشوف ناس بيحب تعمل المكرونة بطبقة بشاميل كده تلاقيها سنتي فوق المكرونة. تلاقي الولاد بياكلوا المكرونة البشاميل كلها ويجوا على اللي فوق الطبقة اللي في النص دي اللي فوق دي ويقعدوا يزحوها بالمعلقة. الحته بقى اللي انا معلش ما صورتهاش وقلت لكم عليها، انا بمسك الصينيه بقعد اهزها اهزها ادخل البشاميل فيها كلها، وافضل بالمعلقه اعمل فراغات من كل حته وافضل اهزها لغايه ما اخلي البشاميل ينزل لحد تحت خالص. زي ما احنا شايفين دخلتها الفرن، حطيت نصها صفار بيضه مع شويه قرفه مع سنه فلفل اسود، ونصها التاني حطيت موتزاريلا للولاد لان هم مش بيحبوها بالبيض. ان شاء الله اعمليها بطريقتك وبنفسك هتطلع احلى حاجه في الدنيا، احلى من اي حد ممكن يعملها. احنا كل الموضوع ان بنقول طريقه لكن انتي الاساس. وانتي بصوا يا جماعه الموتزاريلا بتعمل شغل جامد جدا، تحسي كده حتى وانتي بتاكليها طعمها بيبقى تحفه. ربنا يحسن ما بين ايديكم وان شاء الله تطلع احلى حاجه في الدنيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.